يا ترى ايه الحاجات الحلوة اللي قدامي دي شاورمة فراخ ولا فاهيتا ولا ايه؟ دي مخاصي. اه مخاصي، هنعمل النهاردة مخاصي بطريقة وطعم روعة، ما فيهاش اي زفارة وطعمها تحفة. بجيب كده 2 من المخاصي وبضغط على المخاصي كده جامد بايدي، وبجيب سكينة حامية وبفتحها. اهم حاجة في الموضوع ان انا اضغط بايدي جامد، وسكينة حامية وبفتحها. اول ما بنزل للاخر هي بتتفتح كده معايا كلها، بصوا بالشكل ده. باجي كده عند اولها وبحاول اسلك كده منها حته وادخل صباعي، بصوا بالشكل ده. واعملوا الخطوه دي بصباع واحد وبالراحه عشان ما تتهريش منكم. بصباع واحد كده بسلك كده، بحاول افصل اللحمه عن الجلد. شايفين؟ كلها كده باخدها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. صباع واحد بس مش اكتر، ما تحاولوش تدخلوا ايديكم كلها عشان ما تتهريش وتتفتفت منكم. بصوا تعرفوا منين بقى ان هي اتقشرت صح او ان هي اتهرت؟ لو اتقشرت مظبوط تطلع زي ما انا عاملاها معاكم كده، اللحم يطلع لوحده كده على بعضه، حته على بعضه كده ما يتفتفتش، والجلده تطلع معاكم كلها نظيفه كده، ما يبقاش فيها اي بواقي لحم. لو اتقشرت كده اللحم كله لوحده والجلد لوحده نضيف ما فيهوش اي حاجه من اللحم، بصوا انا بوريكم شكلها، يبقى هي كده اتقشرت مظبوط وما اتهرتش. بصوا بالشكل ده. لازم المخاصي تتقشر، ما ينفعش احطها على النار كده ابدا، بتبقى زفره، والغلاف اللي عليها ده ما يخليهاش تستوي معاكم ابدا. بصوا قشرت الاتنين كده بالشكل ده، وبعد كده قطعتها شرايح. جبت ميه على النار فيها ملح وفلفل وحبهان ومستكه وفصين توم، وحطيت المخاصي يا دوبك غلوتين اتنين، وبعد كده برمي الميه دي طبعا. وجبت طاسه فيها معلقه زبده ومعلقتين زيت وفلفل الوان، اديتهم تشويحه ونزلت عليهم بمعلقه كبيره توم مفروم. اول التوم ما خد معايا لون دهبي نزلت عليه بطماطميتين كده متقطعين جوليان. تقلبتين كده ونزلت بالمخاصي واديتهم تشويحتين كده في الزيت والزبده، وضفت عليهم التوابل ملح وفلفل وبهارات. يا دوبك تقلبتين اتنين وبتكون خلصت معايا، هي ما بتاخدش سوا خالص على النار. بس اهم حاجه الغلوه اللي خدناها دي عشان بتشيل منها كل طعم الزفاره. شايفين بقى شكلها وطعمها ولونها؟ طعمها حلو قوي. جربوها بالطريقه دي.